كنت سألت سؤال من كام يوم إيه كلمة واحدة بتمثل لك القيادة أو بتمثل لك leadership؟ وجا ردود كتير مختلفة، بس في رد وقف معايا، كان إن هو lonesome أو alone أو إن أنا حاسس إن أنا وحيد، حاسس إن أنا وحيد في الموضوع ده أو لوحدي في قيادة الteam أو في الleadership أو في المنصب اللي أنا فيه. ولمّا تكون بتقود فريق، لمّا تكون بتlead team، لمّا تحس إنك وحيد، لمّا تحس إنك لوحدك، ما يكونش عندك حد، دي مش هتساعدك إنك تlead الteam صح، لأن الإحساس ده مش إحساس حلو. ده معناه إنك مش عارف توصل للناس الصح، أو الteam بتاعك مش مدّيك الأمان إنك تحس إنك برضه مش وحيد في خلالهم، لإنك برضه المفروض تكون حاسس بالteam بتاعك إن الناس مش فكرة إنه يونسوك بس إنك الناس مرتاح لهم إنك كنت تتكلم معاهم في أي حاجة. فلو حاسس إنك وحيد، محتاج تلاقي الsupport system بتاعك، محتاج تلاقي الناس اللي هم يقدروا يساعدوك، ممكن تلاقي فيهم منهم ناس جوّه الteam بتاعك، أو محتاج تلاقي ناس برّاهم، ساعات بيبقوا ناس في عيلتك، ساعات بيبقوا ناس صحابك، أو محتاج تلاقي mentor أو محتاج تلاقي حد تعرف توصل له. أو محتاج تلاقي ناس شغالين على نفس الlevel بتوعك اللي هم الpeers بتوعك، لو حد manager تاني، حد بيقود فريق تاني جنبك، في يا إما في نفس الشركة أو في شركات تانية، وspecifically أعتقد الموضوع بيبقى أكتر أقوى بالنسبة للfounders اللي هم بيليدوا شركات، بيحسوا الإحساس ده. دَوّر على founders تانيين بيمرّوا بنفس التجربة اللي أنت بتمُر بيها، دول هيقدروا يساعدوك، بس ما تبقاش لوحدك. ولو عايز حد تكلمه ابعت لي، هاكون أكتر من سعيد إن أنا أساعدك، بس ما تمُرّش بالموضوع ده لوحدك، لإنه بيبقى تقيل، بيبقى تقيل عليك وتقيل على الفريق بتاعك.